زي النهارده من 17 سنة خرجت قناة الأهلي إلى النور كأول قناة للنادي في أفريقيا والشرق الأوسط. قرر الكاف إعفاء الأهلي من المشاركة في الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا على أن يبدأ مشاركته من الدور التمهيدي الثاني دور ال 32، بينما يشارك بيراميدز في الدور التمهيدي الأول دور ال 64. الأهلي وصن داونز فقط من تم استثنائهم من لعب الدور التمهيدي الأول في دوري أبطال أفريقيا، وهيكون أول مباراة ليهم في شهر أكتوبر. اتحاد الكرة يعلن منح أندية الأهلي وبيراميدز والزمالك والمصري رخص المشاركة في البطولات الأفريقية. مصطفى البدري ينتقل إلى بتروجيت لمدة موسمين بعد فسخ تعاقده مع الأهلي. رسميا فاركو يعلن ضم يوسف عبد الحفيظ قادما من الأهلي استعدادا للموسم الجديد. رسميا غزل المحلة يعلن ضم أحمد وحيد لاعب الأهلي مواليد 2005 استعدادا للموسم الجديد. قبل مواجهة الزمالك سيراميكا كليوباترا يعلن ضم أحمد سمير. إدارة وادي دجلة تطلق اسم الراحل محمد أبو النجا على ملعب النادي الرئيسي بفرع النخيل. نفى مصدر مقرب من أحمد عبد القادر لاعب الأهلي غيابه عن تدريبات الفريق اليوم الأربعاء. عبد القادر مندهش من انتشار أنباء غير صحيحة بشأن تغيبه عن المران ومحاولة البعض نشر أكاذيب بشأنه طوال الفترة الماضية رغم الالتزام مع النادي بصورة طبيعية. ونشر عبد القادر عبر حسابه على انستجرام صورة من تواجده بمقر النادي اليوم الأربعاء. وسبق أن كتب عبد القادر عبر حسابه على انستجرام: هناك موضوع يتم تداوله بطلب فسخ العقد مع الأهلي وهذا ليس له أي أساس من الصحة. كما صرح علي معلول: كان لازم أكون موجود هنا في الصفاقسي، ما فعله لي الصفاقسي قبل الذهاب إلى مصر 2016 يستحق أن أكون هنا لأرد ولو جزء بسيط من فضل النادي علي. الحمد لله تجربتي في مصر نجحت بفضل الله ثم الجمهور، كما نجحت من قبلها هنا في نادي الصفاقسي، وبشكر جماهير النادي الأهلي على دعمهم ليا، وعمري ما كنت هنجح في مصر إلا بحب الجمهور. محمد سعيد عبر قناة الأهلي: إمام عاشور يخضع الأسبوع القادم لفحص طبي للوقوف على مدى الشفاء في إصابة الكتف التي تعرض لها في كأس العالم للأندية. خالد الإتربي: الأهلي اقترب من إنهاء العقود التجارية الخاصة بتجديد عقد إمام عاشور ولا صحة لإيقاف التفاوض. زيزو يتمسك بالأهلي ويرفض كل الإغراءات. النادي رفض جميع العروض المقدمة لضم أحمد سيد زيزو، واللاعب أغلق الباب أمام الرحيل مؤكدا رغبته في صناعة التاريخ بقميص الأهلي. مصدر بالأهلي اللي في الجول: كولومبوس الأمريكي لم يسدد الدفعات المالية في صفقة انتقال وسام أبو علي حتى الآن. رابطة الدوري الأمريكي أبلغتنا أن كولومبوس لم يستكمل إجراءات الصفقة بما فيها التحويلات المالية. لم نرفع اسم اللاعب من القائمة وسننتظر حتى غلق باب الانتقالات الصيفية، وإذا لم يتم دفع المستحقات المالية سيستمر اللاعب ضمن صفوف الفريق.